رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن أن مدينة نقمتي في إقليم أوروميا تدخل فصلا جديدا من التحول الحضري. إثيوبيا وإيرلندا توقعان مذكرة تفاهم جديدة لتوسيع آفاق التعاون الثنائي في عدد من القطاعات. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذه نشرة إخبارية تأتيكم من قناة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبي، نقدمها لكم من عاصمة أديس أبابا. وافق مجلس نواب الشعب الإثيوبي بالإجماع على تمديد ولاية لجنة الحوار الوطني الإثيوبية لمدة 8 أشهر إضافية، في خطوة تعكس دعم المؤسسة التشريعية لمسار الحوار الوطني وتعزيز استمراريته. جاء القرار خلال الجلسة الطارئة الأولى للمجلس في عامه التشريعي الخامس، حيث استعرض النواب تقرير أداء اللجنة وناقشوا ولايات المرحلة المقبلة. كما أوضح رئيس اللجنة البروفيسور مسفن أرايا في تقريره أن السنوات الأربعة الماضية شهدت عملية واسعة لجمع جداول الأعمال الوطنية، شملت مشاورات مع الأحزاب السياسية وكبار السن والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي النساء والشباب. من جانبه أكد تسفاي بلجيكا أن المفوضية اطلعت منذ تأسيسها بعمل تأسيس مهم لمعالجة المظالم التاريخية وتصحيح مواطن الضعف الهيكلية في النظام السياسي. أكد الرئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد أن مدينة نقمتي الواقعة في إقليم أوروميا تمضي بخطى واثقة نحو مرحلة جديدة من التحول الحضري، في مشهد يعكس ملامح مدينة تنهض برؤية عصرية. جاءت تصريحات رئيس الوزراء عقب جولة ميدانية تفقد الرئيس خلالها مشاريع تطوير الممرات ضمن زيارته لمناطق واللقا، حيث اطلع على حجم الأعمال الجارية التي تعيد تشكيل وجه المدينة وتمنحها بعدا عمرانيا حديثا. وفي رسالة نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صرح الدكتور أبي أحمد إلى المشهد بعبارة لافتة عبر بها: نقمتي تخطو نحو المستقبل. وقد حظيت الزيارة باستقبال شعبي حافل، حيث احتشد الآلاف المواطنين ترحيبا برئيس الوزراء في مشهد جسد روح التفاؤل والدعم الشعبي لمسار التحول الذي تشهده المدينة. ويأتي تطوير الممرات ضمن أجندة وطنية أوسع لتحديث المدن في إثيوبيا وبناء مراكز حضرية شاملة. أشاد رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد بالتقدم الملحوظ في مشروع ري أرجو ديسي ديسا، معتبرا إياه خطوة تحويلية لتعزيز الزراعة وترسيخ الأمن الغذائي الوطني في إثيوبيا. جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال زيارة ميدانية للموقع، حيث اطلع على وتيرة التنفيذ، مشيرا إلى أن المشروع يتقدم بثبات ويقترب من مرحلة نهائية. وقال في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه أعجب بحجم الإنجاز المتحقق حتى الآن،
مؤكدا أن تشغيل المشروع بالكامل سيحدث نقلة نوعية في القطاع الزراعي من خلال دعم زراعة محاصيل متنوعة وتعزيز الجهود الوطنية لتحقيق الاكتفاء الغذائي. كما عرب عن ثقته بأن استمرار العمل بالوتيرة الحالية سيمكن المشروع من الوفاء بوعوده التنموية ورفع مستوى معيشة المجتمعات المحيطة به في إطار رؤية أوسع لدعم التنمية الزراعية المستدامة. أكد نائب رئيس الوزراء الإثيوبي تمسجن طرونا أن افتتاح مصنع أرجو للفحم يمثل محطة استراتيجية في مسيرة التصنيع الوطني، واصفا إياه المشروع بأنه خطوة نوعية نحو اقتصاد أكثر مرونة واكتفاء ذاتيا. جاء ذلك خلال حضور حفل التدشين الذي جمع مسؤولين محليين ومستثمرين وممثلين عن المجتمع، حيث أعلن رسميا إطلاق الإنتاج المحلي للفحم بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز القيمة المضافة داخل البلاد. وأوضح نائب رئيس الوزراء في رسالة نشرها عبر صفحته الرسمية أن المشروع لا يقتصر على افتتاح منشأة صناعية جديدة، بل يؤسس لمرحلة اقتصادية مختلفة. كما أشار إلى أن المصنع سيسهم في خلق فرص عمل واسعة وتنشيط سلاسل التوريد المحلية وخفض تكاليف النقل والإنتاج للمصانع، سيما في قطاع الإسمنت والصلب، ما يعزز القدرة التنافسية للصناعات الإثيوبية ويفتح آفاقا جديدا للنمو. وأكد أن كل مشروع استراتيجي من هذا النوع يعمق السيادة الاقتصادية ويقلل من التعرض للصدمات الخارجية، مشددا على أن إثيوبيا تمضي قطاعا بعد آخر نحو بناء اقتصادي يعتمد على موارده الوطنية ويقوده أبناؤه. وقعت إثيوبيا وإيرلندا مذكرة تفاهم جديدة لتوسيع آفاق التعاون الثنائي في عدد من القطاعات، وفي مقدمتها الأعمال والاستثمار، في خطوة تعكس تطور الشراكة بين البلدين. وجرى التوقيع رسميا في مقر وزارة الخارجية الإثيوبية في العاصمة أديس أبابا، حيث وقع الاتفاقية وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية هدرا أبرا ونظيره الأيرلندي للتنمية الدولية وشؤون المغتربين نيل ريتشارموند. وأكد هدرا أن مذكرة التفاهم تجسد التزام البلدين بالحوار المنتظم وتعميق التعاون، موضحا أن العلاقات الثنائية لم تعد تقتصر على الجوانب الإنسانية، بل تمتد إلى مجالات حيوية تشمل الاستثمار والأعمال، معربا عن تطلع إثيوبيا إلى بناء شراكة طويلة الأمد وفعالة. ومن جانبه أعرب ريتشموند عن اعتزازه بالعلاقات مع إثيوبيا، مشيرا إلى أن اهتمامية الإنسانية والتنموية والاقتصادية والسياسية، موضحا أن إثيوبيا تحتضن أكبر بعثة دبلوماسية لإيرلندا في إفريقيا وإحدى أكبر بعثاتها عالميا، ما يعكس عمق الالتزام الإيرلندي بالشراكة. واعتبر الجانبان أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة متقدمة في مسار التعاون المشترك، وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل الثنائي القائم على المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة. أكدت رواندا التزامها بتعزيز التعاون التجاري والبنية التحتية مع إثيوبيا، مشيدا بالدور العسكري التاريخي الذي لعبته العاصمة أديس أبابا خلال إحدى أصعب المراحل في تاريخها. وقال سفير رواندا لدى إثيوبيا تشارلز كارامبا في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية إن بلاده حريصة على توسيع الشراكة الاقتصادية
وتعزيز الروابط المؤسسية بين البلدين، مستذكرا مشاركة قوة عسكرية إثيوبيا في رواندا وما أظهرته من احترافية عالية خلال فترة حرجة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد كان من بين المشاركين آنذاك. وأوضح أن هذه التجربة المشتركة أرست أسسا شراكة قائمة على الثقة والتضامن تطورت لاحقا إلى تعاون منظم يشمل لجنة عسكرية مشتركة تقودها وزارة خارجية البلدين. وعلى الصعيد الاقتصادي أشار السفير إلى أن صادرات رواندا إلى إثيوبيا تقترب من 6 ملايين دولار، فيما تجاوزت الصادرات الإثيوبية إلى رواندا 7 ملايين دولار، مع وجود نحو 40 شركة إثيوبية تعمل في رواندا باستثمارات تتجاوز 73 مليون دولار، خاصة في العقارات والتصنيع. أشادت جنوب السودان بالجهود التي تبذلها إثيوبيا لتعزيز السلام الدائم ودفع مسار التكامل الإقليمي، مؤكدة تقديرها لدور الإثيوبي في دعم الاستقرار بالمنطقة. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أثنى وزير شؤون في مجلس الوزراء بجنوب السودان مارتن إيليل رومورو على التزام أديس أبابا الراسخ بمساندة بلاده منذ استقلالها، مشيرا إلى أن الدعم الدبلوماسي الإثيوبي شكل ركيزة أساسية في جهود تحقيق السلام المستدام. وأكد لوموري والدور الفاعل لرئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد، واصفا إياه بأنه كان نشطا في توجيه جنوب السودان نحو مسار السلام والتنمية. كما أشاد بمساهمة إثيوبيا في تعزيز الوحدة الإفريقية، مؤكدا أن ترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات يمثل مسارا إيجابيا لمواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز الوحدة الوطنية. جاءت هذه التصريحات عقب لقاء رفيع المستوى جمع أبي أحمد بالرئيس الجنوب السودان سالفا كير ميرديت على هامش القمة 39 للاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث بحث الجانبان قضايا السلام والأمن في القرن الإفريقي. مشاهدينا الكرام، قبل ختام النشرة نذكركم بأبرز ما جاء في الأخبار. رئيس الوزراء يعلن أن مدينة نكمت في إقليم أوروميا تدخل فصلا جديدا من التحول الحضري. إثيوبيا وإيرلندا توقعان مذكرة تفاهم جديدة لتوسيع آفاق التعاون الثنائي في عدد من القطاعات. متابعينا الكرام، إلى هنا تنتهي نشراتنا الإخبارية لهذه الساعة. نشكركم لحسن المتابعة. دمتم بأمان الله.